السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي فن الطبخ. لأول مرة تشوفي قناتي أنا منى أحمد. النهاردة إن شاء الله نعمل فول مدمس على أصوله. بس قبل ما نبدأ الوصفة هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هقولك إزاي تطلعي بالقوام التقيل ده وباللون الجميل ده زي الجاهز وأحلى وأطعم، وهقولك على طريقة كويسة جدا تحفظي بيه الفول لمدة طويلة جدا لتفريزات رمضان. انا هستخدم معايا هنا نص كيلو فول، وده مش فول بلدي. الفول البلدي بتعرفيه ازاي؟ بيبقى لونه احمر وصغير. انا استخدمت هنا الفول ده عشان ما كنتش لاقيه الفول البلدي، والفول البلدي بتبقى الحبايه صغيره وبيبقى لونه احمر. انتي لو متوفر عندك البلدي فهاتيه، هو افضل من ده. انا اسفه خدتكم في الكلام. هو المفروض ان انا حطيت الفول وكنت غسلاه من قبل كده، غسلاه 3 4 مرات كده عشان ينزل الطينه اللي فيه، وبعد كده حطيته في الحله ونزلت عليه الميه المغليه عشان خاطر يتنقع لمدة ساعة. بعد كده هشطفه كويس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هتلاقي الحباية كده زادت معاكي وكبرت. هنضيف على الفول نص كوباية فول مدشوش، وهنضيف 3 معالق عدس اصفر، وطماطمية مبشورة، وبديل ليها معلقة صلصة، وهنا معلقة كركم كبيرة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة سكر، وليمونية. هنضيف بقى كل الحاجات دي. طبعا انا غاسلة كل الكلام ده. اهم حاجه تغسلي الحاجات دي كويس قوي عشان خاطر الفول معاكي يطلع ممتاز زي بره واحسن. بالسكينه هنخرم كده الليمون عشان خاطر تحافظ على لون الفول ما يسودش معانا. على نار عاليه هنحط ميه مغليه على المكونات دي كلها، وهنغطيه كويس قوي وهنسيبها لغايه ما الميه تغلي خالص. بعد كده هنبتدي نوطي النار شمعة عشان خاطر يستوي براحته. وكل شويه كده يعني هتبصي عليه عشان خاطر تشوفيه عايز ميه بتزوديه، بس لو زودتي ميه تزودي ميه مغليه. الليمونية اللي احنا حطيناها دي بقى هي السر كله بتاع الفول، ان هي الفولايه تطلع معاكي بيضة وفي نفس الوقت ما تطلعش غامقة ولا يطلع اسود ولا يسود الحلة اللي انت بتسوي فيها او الدماسة. بعد ما عدى عليه كده كام ساعة لقيت المية قلت شوية فزودته بمية مغلية، ما تكونش مية من الحنفية. وانا خلاص بعد ما المية خلاص اتشربت واستوى، دي اخر مرحلة بقى. بعد ما بيستوي بنضيف بقى النشا عشان تتقل القوام بتاع الفول. انا حطيت هنا معلقتين نشا كبار وعليهم معلقتين ميه عشان خاطر ادوبهم فيها وما تكتلش في الفول. واهم حاجه اول ما تضيفي النشا هتقلبي بسرعه بسرعه عشان خاطر ما تكتلش في حته واحده والنشا تتوزع في ميه الفول كلها. هستنى بقى كده بعد ما حطيت النشا، هسيبه كده بتاع ساعه او نص ساعه لغايه ما القوام يتقل. وطبعا كل ده على نار هاديه خالص عشان خاطر النشا ما تلزقش تحت والفول يشيط او يتحرق. زي ما انتي شايفة كده انا سبته بعديها نص ساعة او تقريبا كانت ساعة وتقل. هنحوجه بقى التحويجة بتاعة العربيات. هنحط معلقتين طحينة كبار وهنزودهم كده بمية من الحنفية عشان خاطر تبقى خفيفة شوية زي ما بتشوفيها بره. وده زيت زيتون طبعا. وهنحط كمون وهنحط ملح. هو الفول بيتحوج بليمون وكمون وملح وطحينة. طعمه بقى تحفة، مش قادرة اقولك على طعمه، والله جميل جميل جدا زي الجاهز وطعمه تحفة. انا كده خلاص بعد ما برد تماما هعبيه في اكياس بقى، وهشيل على قد الكمية اللي انا هفطر بيها او هتعشى بيها واحطها في الفريزر وبتقعد. يكفي ان انتي عاملة حاجة في بيتك مضمونة ونظيفة وعاملاها بايديكي وغسلاها وضامنة الحاجة اللي انتي عاملاها ان هي صحية وما فيهاش اي ضرر للاطفال ولا فيها مواد حافظة ولا فيها اي حاجات انتي مش عارفة هي محطوط فيها ايه. فدي كفاية قوي يعني ان انتي تبقي عاملة حاجتك في البيت. ما تنسينيش بقى في التعليقات يا احلى متابعين ليا في الدنيا، ربنا يخليكم ليا، ما يحرمناش منكم ابدا من كلامكم الجميل اللي انتوا بتبعتوهولي في الكومنتات. شكرا جدا على الكلام الجميل ده. وصدقوني انا بعملكم بكل مصداقيه، يعني كل حاجه بعملها لو في حتى حاجه باظت مني انا ما برضاش اصورها لكم عشان خاطر ما اذيش حد. لما بكون عامله حاجه وبتطلع كويسه معايا ومظبوطه معايا هي دي اللي بصورها لكم وبطلعها لكم. لو في اي حاجه بتحصل مني خطأ انا ما برضاش اجيبها عشان خاطر ما حدش يعملها وتبوظ منه ويكلف ويعمل الحاجه بعد كده يلاقيها باظت. فصدقوني انا كل حاجه بعملها بمصداقيه وبعملها لاخواتي وحبايبي. لو جربتي الطريقه ان شاء الله ونجحت معاكي وعجبتك ما تنسينيش بقى تعملي شير ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات كلها.
اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله. مع السلامة.